الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أما بعد، فكن جميلا ترى الوجود جميلا. الإسلام دين الجمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أفضل شيء خلقه ربنا الإنسان، ولذلك كان عيسى بن موسى الهاشمي كما قال الإمام القرطبي له زوجة يحبها حبا شديدا، فقال لها في ذات يوم: أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر. فنهضت وقالت له: طلقني. أما كسرته ومشيت، قفلت على نفسها لا تطلقني. فبات بشر ليلة، ثم اغتم لذلك غما شديدا، وذهب إلى الخليفة أبو جعفر المنصور، فلما رآه مهموما حكى له، فما كان من الخليفة إلا أن جمع العلماء أن يفتونه في هذا، فقالوا له: إن زوجته بانت منه، طلقت منه بهذه الكلمة: أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر، إلا رجل من أتباع أبي حنيفة عليه رحمة الله. فقال له: ما لك ساكت؟ قال: أتكلم؟ قال: تكلم. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فليس هناك خلق من خلق الله أحسن من الإنسان، فالإنسان أجمل شيء في الوجود. فقال الخليفة لعيسى بن موسى الهاشمي: عد إلى زوجتك، وقال لها: أطيعي زوجك فإنه لم يطلقه. ولذلك الإمام الرازي في مفاتيح الغيب يقول كلمة جميلة: كل شيء خلقه الله وجهه لأسفل إلا الإنسان، فإن وجهه لأعلى ويأكل بيده. أفضل خلق الله هو الإنسان. فالإسلام دين الجمال. ولذلك كان سيدنا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيدنا الحسن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله فوجده يحمل الحسن على عاتقه، شايل سيدنا الحسن على كتافه وبجواره علي. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي، شبيه النبي لا شبيه علي. كان شبه النبي سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان إذا أراد أن يذهب إلى المسجد يلبس أحسن ثيابه ويتجمل، فيقولون له: أتلبس أحسن ثيابك وتتجمل وأنت تذهب إلى الصلاة؟ الكلام ده في بعض الناس بتلبس أحيانا لبس البيت وأحيانا لبس الشغل ويقدر يغيره ويأتي إلى المسجد. لا، شوف الإمام الحسن يقول إيه: إني ذاهب إلى ربي فأتجمل له.
أنا رايح أقابل ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك شوف سيدنا عبد الله بن عمر لما رأى نافع مولاه يلبس ثياب الرسة، لبس ثياب أي حاجة، فقال له يا نافع لو أرسلتك إلى حاجة أكنت تذهب هكذا؟ كنت أنت تروح باللبس ده؟ قال له لا، أتجمل وأتزين. قال فالله أحق أن تتجمل له وأن تتزين له. يعني لو أنت جاي بيت ربنا أنت هتقابل ربنا تلبس أحسن الثياب. فقال الإمام الحسن إني أتجمل إلى ربي والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله. من الجمال في معاملة الجيران. معاملة الجيران من الجمال، أقول نعم. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه ماذا قال؟ والله لا يؤمن من والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. الجار بتاعك انت خايف منه لا يأذيك، ما انتش مطمن له، مش معيشك في امان، جار وش مشاكل زي ما احنا بنقول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده يؤمن أحدكم فلا يؤمن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. 3 حاجات النبي ذكرها صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. ده انت النهاردة عايز تشوف له مصيبة تحدفه فيه، مش بتدور على راحته، لا. ازاي؟ الجار النبي بيورثه عليه الصلاة والسلام، بل أعد النبي عليه الصلاة والسلام أذى الجار باللسان. خد بالك، باللسان مش بالإيد ولا بالفعل، لا، مجرد اللسان يؤذي بالإنسان في النار. لما ذكر المرأة قال لا خير فيها، ليه تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال لا خير فيها، هي في النار. سبحان الله. يبقى فين الجار؟ الجار له حق عظيم في الإسلام، ولذلك كانوا يشترون الجار. السلف الصالح كان يقول له فلان جاري تشتري الجوار بكام؟ اشتري الجوار؟ قال له وانت هتلاقي زيه. فلما علم هذا الرجل سعيد بن العاص رضي الله عنه وكان أشبه الناس لحية برسول الله، لما علم أن جاره يبيع بيته ما الذي حدث؟ أعطاه ثمن البيت وقال كن في البيت ولا تهجرني، اقعد في البيت زي ما انت نعم الجار وما تسيبنيش. سبحان الله. شوف الجار يشفع لك عند الله بعد موتك. الجار يشفع لك، بس الجار مين بقى؟ الجار اللي هو صالح، اللي بيسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما من مسلم يموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيشهد له 4 من جيرانه الأدنيين، جيرانه القريبين يشهدوا انه راجل صالح وراجل يثنوا عليه الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا غفر الله له، وقال وأغفر له ما لا تعلمون. شهادة الجوار النهارده الناس يشتكون إلى الله من الجار. ليه؟ أنت هتحاسب في يوم القيامة عن هذا الجار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب
هذا أغلق بابه دوني، قفل باب بيته في وشي يا رب، وهو يعلم أنه محتاج. الحاجة مش في الماديات فقط، الحاجة أحيانا تكون في الأخلاقيات، في المناسبات. ولذلك الإنسان لابد أن يكون جميلا حتى يرد إليه الجمال في يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.